اليوم يعني احنا نحتفل معكم ومع السادة الزوار في انطلاقة مهرجان عجلون التاسع في موقع التلفريك. هذا المشروع الحيوي الذي يشكل باكورة المنطقة التنموية في عجلون، منطقة عجلون التنموية. ونحن إذ نحتفل يعني نقول أن هذا المشروع قد جاء تتويجا لتوجيهات جلالة سيدنا منذ عام، وبدأ التشغيل به منذ شهر 6 عام 2023، وشهد إقبال من ذلك الوقت، شهد إقبالا كبير ومنقطع النظير. تجاوزنا في السنة الماضية عتبة 1,000,000 زائر وزدنا على ذلك. يعني كانت عجلون وجهة سياحية من الوجهات السياحية اللي في امتياز. أيضا وأنت يعني تشغلين أو تصعدي في كبائن تلفريك عجلون، ما بسعك إلا غير تطلع على البيئة الخلابة والطبيعة الخلابة التي تتسم فيها عجلون، واللي بتزداد بهاء في هذا الوقت من السنة. يشار إلى أنه الكبائن تبلغ 40 كابينة. طول مسافة التلفريك اللي بيقضيها الزائر الكريم هي 5 كيلو متر تقريبا بين ذهاب وإياب، تبلغ يعني مدة الرحلة 25 دقيقة. احنا يعني بهذا الصدد كمان مما ساعد على قدوم الزوار لإنعاش تجربتهم وللاستفادة، لإضفاء جو من السعادة والتجربة، تجربة جديدة، لأنه زي ما بتعرفي هذا المشروع هو فريد من نوعه وتجربة جديدة في الأردن. زاد أيضا من حركة زوارنا هو وقوع موقع التلفريك بجانب القلعة. وزي ما بتعرفي أنه عجلون زاخرة بمثل هذه المواقع السياحية، التلفريك، القلعة، مار الياس، كمان كلها مناطق قريبة. أيضا عجلون من مناطق الحج المسيحي اللي في موقعين. زادت أيضا من جذب الزوار والسياح من عجلون من خارج عجلون ومن خارج أيضا الأردن. احنا الآن يعني بنجدد الترحاب فيكم وبنحكي لكم أهلا وسهلا فيكم، وانتم بتغطوا عجلون اللي كمان يعني هي فخورة انكم موجودين فيها. ايضا اريد ان اشير انه في هذه الاوقات احنا يعني اليوم وبكره في عندنا وسائل ترفيه كثيرة، من فرق شعبية، من حفلات موسيقية، من العاب كمان هذه نطفيها. هذه موجودة في موقع التلفريك وعلى المحطتين. كمان في عندنا بازار عجلون، بازار المنتجات العجلونية الذي يساعد الأسر في عرض منتجاتهم، وأيضا زي ما حكيت لك في حل مشكلتي الفقر والبطالة في المحافظة وتشغيل أبناء هذه المحافظة.